عدنان بيحلل حلو، لكن للاسف المره دي ما كانش حلو. لو هتروح لعدنان يبقى تخلي بالك من حاجه مهمه قوي هقولك عليها عشان تجربتك لمحل عدنان تبقى حلوه فعلا. ده فرع مصر الجديده في ميدان سانت فاطمه، وده المنيو بتاع عدنان. طبعا محل عدنان مشهور بالرعشه، والصدمه بدات من هنا. طلبت رعشه عدنان زي ما انتم شايفين، الرعشه مكونه من رز بلبن عليه 4 صوصات، باستاشيو، بندق، ولوتس، واوريو. وده رعشه عدنان سوبر مكونه من طبق رز بلبن بس عليها نوعين من الصوص، اوريو ولوتس. المشكله بدات بالظبط لما الاوردر نزل لنا. الرعشتين اللي نزلوا للاسف كانوا بايتين مش فريش، وده كان باين من شكل الصوصات. واللي اخد باله من الموضوع ده هو اسلام صاحبي، وطلب من الويتر انه يبدلهم، لكن للاسف ما كانش متوفر غير الرعشه السوبر بس هي اللي فريش، والويتر بدلها فعلا. وانا علشان دي كانت اول تجربه ليا قلت اكيد الفرق مش هيبقى كبير، لكن للاسف الفرق بين الفريش والبايت طلع كبير قوي جدا كمان. وندمت عليه لان رعشه عدنان البايته زي ما انتم شايفين الصوصات فيها باين قوي انها متجمده وما كانتش بتيجي في المعلقه بسهوله، ولما كنت باخد معلقه بلاقي الصوص اتفصل عن الرز بلبن، والموضوع ما كانش ظريف خالص. على عكس بقى الرعشه السوبر اللي طلبها وبدلها اسلام، زي ما انتم شايفين الصوص سايح قوي في الرز بلبن، وان المعلقه طالعه كانها مهلبيه، وحاجه كده في منتهى الجمال. خصوصا ان الاوريو واللودس كل صوص متغرق تحته البسكوت بتاعه، وعشان فريش كانت فوق 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 العظمه. وبصراحه عجبتني جدا جدا، وبصراحه عجبتني اكتر من رعشه عدنان اللي انا طلبتها، لان الصوصات اللي فيها كانت بايته ومتجمده، وده خلاها تبقى تقيله جدا، وطعمها مغطي على الرز بلبن اللي تحسه بدون طعم، خصوصا انه كمان كان متجمد من التلاجة. علشان كده نصحت ليك لما تروح لعدنان وتطلب حاجه وتلاقي الاوردر بتاعك مش فريش، احسن لك بلاش تجيبه علشان مش هيعجبك خالص. اما بقى ده كان شكلي بعد ما خلصت الرعشه بالعافيه، وبرضه اسلام الفرحه مليئه وشه زي ما انتم شايفين. وان شاء الله اللي حصل ما يتكررش تاني، والمشرفين على الفروع يخلي بالهم من النقطه دي علشان دي حاجه مهمه جدا جدا، خصوصا سلامه الاكل دي اهم من اي شيء.